بتبتدي أحداث الحلقة الخامسة لما نعومي وتيا بيكونوا عايزين يكتشفوا الشخصية اللي معاهم من كلية طب. هي بنت محجبة وبتقول إن هي طول دراستها من أوائل الناس على دفعتها، وإنها كمان بتحب الرسم جدا. فنعومي بتجيب كل أسامي أوائل الدفعة بتاعة السنة اللي فاتت، ولكن تيا بتقول لها إن كتير جدا ممكن تلاقي من الدكاترة، بس قليل جدا اللي هتلاقيه بيعرف يرسم. فنعومي بتعجب جدا بتفكير تيا، وبيبان على تيا انها متأثرة جدا بوجود نعومي في حياتها، وبتطلب منها ان هي ما تختفيش تاني من حياتها ابدا. فنعومي بتقول لها معلش ان انا كان بس يعني متضايقة شوية وتعبانة، وبتحضنها وبتطمنها وبتقول لها ان هي مش هتسيبها تاني ابدا. وبعد كده تيا ونعومي بيكونوا رايحين علشان يقابلوا مايا، علشان تيا تنفذ طلب مايا لأدهم، وهي ان هي تقول لها ان مفيش اي حاجة ما بينهم. لما مايا وأدهم بيروحوا يقابلوا تيا ونعومي وتيا بتيجي تتكلم، عينيها بتفضحها. ورغم ان تيا حاولت ان هي تبين ان مفيش اي حاجه ما بينه وما بين ادهم، ولكن مايا بتقول لها انت باين عليكي طبعا ان انت بتكدبي، وان كل الكلام اللي بتقوليه ده من ورا قلبك، وان انتوا مش صحاب ولا حاجه، وان انت في حاجه ما بينك وما بين ادهم. فادهم بياخد مايا من ايديها وبيسيبهم وبيمشوا، ونعومي بتبقى عايزه تروح تضرب مايا، ولكن تيا بتقول لها خلاص مفيش حاجه ويلا نمشي. بعدها ادهم بقى بيقوم قايل الكلمتين اللي في الجون، بيقف مع مايا ويقول لها مش ده اتفقنا، مش ده اللي احنا كنا متفقين عليه. فمايا بتحاول ان هي تدافع عن اللي هي عملته، ولكن ادم بيقول لها بصي خلاص احنا فركش كده ومش عايزه اكمل معاكي. بعد كده دكتور حازم بيكتشف ان يونس كان عايز يمسح الفيديو بتاع نعومي من على الكمبيوتر بتاعه، وبيجيبه وبيقول له انا عرفت ان انت كنت عايز تمسح الفيديو بتاع نعومي وان انت معرفتش تمسحه. فيونس بيحاول ان هو يداري عليه وبيقول له لا انا ما عملتش كده. فبيقول له لا انت عملت كده، وانا انصحك ان انت تبعد عنهم وبلاش تعمل اي حاجة تانية غلط. خليك دايما في نظري الطالب المجتهد الشاطر اللي انا دايما بحبه بس. بعد كده تيا بتكون في محاضرة دكتور فرويد، وكان في واحد من الشباب بيتكلم، فمامتها بتدخل عليها، ولما بتقول لها انت بتعملي ايه بتقول لها لا ابدا انا بذاكر. فبتقول لها لا انا سامعه صوت ولد. فبتقول لها لا مفيش حاجه من الحاجات دي، وان هي كانت بس بتقلب شويه كده وظهر فيديو. فقالت لها طب وريني انت بتعملي ايه. فتيا بتقول لها لا ما ينفعش ان انت تقلبي في حاجتي. فمامتها بتلومها على ان هي مخبيه عليها حاجه اكيد، وان هي لو مش مخبيه عليها حاجه كانت اكيد سابت لها اللابتوب ان هي تشوفها بتعمل ايه عادي. تقول لها خلاص لو ده يثبت لك ان انا ما بعملش حاجه ادي اللابتوب شوفي فيه ايه. فمامتها بتاخد اللابتوب وتقوم ماشيه. بعد كده بتظهر ملك وهي بتحاول برضو ان هي تبعت ليزن، ويزن برضو مش بيرد عليها. فجدتها بتيجي تقعد جنبها، ولكن هي ملك بتبقى برضو متجاهله ان هي موجوده تماما، وبرضو عماله تشات على التليفون او عماله تلعب في التليفون. فجدتها بتقول لها اقعدي معايا او اتكلمي معايا، ولكن باسلوب صعب شويه. فملك بتقوم تقول لها طب خلاص انا هقوم انام، تصبح على خير يا تيتا. وبعدين تيا بتكلم نعومي وبتشتكي لها من الخناقه اللي حصلت ما بينها وما بين مامتها، وبتقول لها قد ايه ان مامتها المره دي زودتها جدا. ولكن نعومي بتحاول ان هي تهون عليها وبتقول لها ما تقلقيش وكل حاجه هتبقى تمام. وتاني يوم ونعومي رايحه الجامعه عربيتها بتعطل بيها، وفي نفس الوقت تيا بتكون في المحاضره، فبتتصل بنعومي وبتقول لها انت فين. بتقول لها انا عربيتي عطلت فانا هتصرف واجيب اوبر واجي. وبالصدفه تيا بتسمع عن ان في زي حفله كده هيعملوها للجيمرز اللي هم بيحبوا اللعب، وان كريم معاه كيو ار كود بيدخل الحفله دي. وطبعا تيا بتتشجع جدا ان هي تطلب من كريم الكيو ار كود علشان يروحوا ويكتشفوا شخصيه صاحب الماسك اللي بيكون معاهم في سيشن دكتور فرويد، وفي نفس الوقت هو جيمر مشهور جدا. ولكن كريم بيقول لها من امتى وانت بتحب اللعب. فتيا بتكذب على كريم وبتقول له ان هي عايزه تعمل زي بحث كده، تكتب ان الجيمرز دول او اللعيبه دول بيحبوا ايه وما بيحبوش ايه. فكريم بيقول لها اوكي ماشي تمام هساعدك، وبيديها الكيو ار كود وبيقول لها ان الكيو ار كود ده بيدخل 5. بعد كده يونس بيكون بيوصل عميل في اوبر، ولما العميل بينزل مفيش خطوتين بيمشي يلاقي نعومي عطلانه بالعربيه. فبيقول لها خلاص سيبي العربيه وتعالي معايا اوصلك الجامعه. فنعومي بتركب معاه وبتساله مين اللي كان راكب معاك ده ونزل. فيونس بيكذب عليها وبيقول لها ان ده واحد قريبه، بس
بس بياخده معاه في طريقه كده وهو رايح الجامعة. وبعدين بيقول لها عدي الجمايل، فنعومي بتقول له لا على فكرة انا كان ممكن اطلب اوبر عادي، ده هو المسافة شارع يعني. وبعدين نعومي بتقول له على الحفلة بتاعة اللعب اللي هتتعمل، وبتقول له يا ريت تيجي معايا، فبيقول لها ان هو مش فاضي اللعب العيال ده. وبعدين تليفون يونس بيرن بان في ريكويست، ولكن يونس بيقوم واخد التليفون يشيله بسرعة ويخبيه. فنعومي بتقول له ايه ده انت عندك فانز بقى وكده. بعد كده نعومي بتيجي تسأل يونس سؤال علشان تعرف غلاوتها عنده، فيونس بيحرجها زي ما احرجته بالظبط. وبعدين في نفس الوقت ملك بتكون عايزة تصالح برضو يزن، فبتروح له علشان تتكلم معاه، ولكن يزن بيقول لها ان هو مش عايز يتكلم معاها خالص وبيسيبها برضو وبيمشي. بعد كده تيا ونعومي بيكونوا قاعدين سوا وبيجي لهم يونس، ونعومي بيتأكد على يونس ان هو يجي معاهم الحفلة بكرة. وبعدين تيا طبعا مش بتضيع فرصة، قامت بعت على طول لادم وبتقول له ايه اكيد اللي ليه في الرياضه يبقى ليه في الجيمز، وبعتت له الدعوه ان هو يجي الحفله. ولكن تيا ونعومي لما بيوصلوا الحفله ويجوا يخشوا بالكيو ار كود بيرفض الامن ان هو يدخلهم، وبيقول لهم ان الكيو ار كود ده يدخل واحد بس. فنعومي بتعرض عليه ان هي تخش مقابل ان هي تصور المكان وتعمل زي ريفيو كده عندها على صفحتها للمكان. فالامن بيقول لها تمام والله حلو اللي انت بتقوليه، بس برضو ده مش تخصصي ان انا وافق على كده خالص. فتيا بتتصل بكريم علشان يجي يدخلهم، فكريم بيجي وبيدخلهم هما الاتنين. ولما بيدخلوا بيلاقوا ناس كتير جدا جدا جدا، فبيبداوا يفكروا طب نعرف ازاي ممكن شخصية الواد اللي اسمه حجازي ده. فتيا بتقول لها اكيد ندور على اي حد يكون بيتكلم سعودي. فنعومي بتقول لها ازاي يعني؟ فتيا بتقول لها احنا في مصر كام واحد يعني هيكون بيتكلم سعودي؟ ولكن بالصدفة بتتفاجئ بحد تاني بيتكلم سعودي برضو وراها. فنعومي بتقعد تضحك وبتقول لها كده ما قدامناش غير ان احنا نفتح كلام معاهم. ولكن لما بتعرف ان يونس موجود بتقول لتيا روحي انت اتكلمي مع الولد ده وافتحي معاه كلام ماشي، وانا هروح اشوف يونس واجيلك. وبعدين بتسيبها وبتروح ليونس اللي بيبقى قاعد يلعب ومش مهتم خالص خالص ان هو يقوم لنعومي او يتكلم معاها. فنعومي بتقول له ازاي دخلت وانت مش معاك كيو ار كود؟ فيونس بيقول لها عيب عليكي لما تسالي سؤال زي ده، انا اللي بعمل كيو ار كود. بعد كده تيا بتشوف الماسك قدام اتنين لعيبه، فبتعرف ان حجازي هو واحد من الاتنين دول، بس بتبقى مش عارفه تحدد مين فيهم. فبتروح لنعومي اللي بتلاقيها مش مركزه معاها اصلا وسرحانه في اللعبه مع يونس، وبتقول لها انت سايباني بقالي كتير قوي قاعده لوحدي. فيونس بيقول لها خلاص يا تيا معلش، وبيقول لهم تعالوا نتصور. ولما بيرفع الصوره ستوري ادهم بيشوفها وبيقرر ان هو يروح الحفله، وفعلا بيروح. فنعومي بتقول لتيا لا يا تيا مش هتسيبيني وتروحي لادهم، انت قفشتي عليا علشان انا قعدت مع يونس. فتيا بتقول لها معلش دقيقه واحده بس، دقيقه، وبتسيبها فعلا وبتروح لادهم. وبعدين تيا بتقول لادهم يا بخت مايا، حاسه ان هي دايما اكيد معاها بادي جارد. فادهم بيقول لها ان هو خلاص ساب مايا. فتيا بتقول له بس انا حاسه كده ان انتوا ممكن ترجعوا تاني. ولكن نعومي بتقدر تحدد مين فيهم هو صاحب الماسك بمنتهى السهوله لما بتلاقي ان في ولد منهم واحد بيجي علشان عايز يتصور معاه. بعدها بتروح لتيا وبتقول لها نفس الكلام، ان انت سايباني برضو واقفه مع ادهم زي ما هي ما عملت بالظبط وهي قاعده مع يونس. وبعدين وهم واقفين مع بعض بيجي مسج لتيا بتكون فويس نوت من نعومي لغاليه، وهي بتقول لها تيا مين دي يا بنتي اللي انا اسيبك علشانها؟ لا طبعا مفيش حاجه زي كده، وتيا بالنسبه لي عادي وباخدها على قد عقلها وبس. فتيا بتسمع الفويس نوت لنعومي وطبعا بتقوم سايباها وتقوم ماشيه. نعومي بتبقى لسه عايزه تتكلم ولكن تيا بتسيبها برضه وبتمشي. اللي كتبت الفيديو ده ومنتجته وسمعته بصوتها هي فاطمه عادل، ده اللي هي انا. وما تنسوش تتابعوني لو بتحبوا الفويس اوفر او بتحبوا الملخصات، او لو عايزين تعرفوا باقي ملخصات الحلقات، او لو عايزين تعرفوا اي ملخصات تانية. سلام.